شايفين الفسيخ وجماله؟ ايه رأيكم نعمل الفسيخ الجميل دوت مع بعضينا؟ بصوا، بامبا ومزبد وزي الفل. يلا بينا على الطريقة. انا هنا معايا سمكتين بوري، الاتنين عاملين وزن 100 كيلو و200 جرام، يعني كيلو وربع. انا هنا غسلاهم كويس وغسله النخاشيش ومصفياهم، وبعد ما صفيتهم غطيتهم وحطيتهم في التلاجة، خدوا يوم بالظبط. انا هنا بوريكم النخاشيش ان هي صبحه. بصوا بامبا ازاي، مش عارفه باينه ولا لا؟ متهيألي كده باينة أكتر. السمكية عشان تجيبيها كويسة لازم تبقى عينها بتلمع والقشر ماسك عليها، والنخاشيش اللي هي حمرا كده يعني بامبا جميلة غامق. هنا معايا كوباية إلا ربع ملح لو انت عايزاه حادق شوية، معايا معلقة كبيرة من الكركم، ومعايا كمان معلقة كبيرة من الشطة. هنقلبهم كده مع بعض. الفسيخ حبايبي كل ما بتكبر كل ما بتبقى أحسن، وطبعا احنا هنا هنعمله هيبقى أوفر من بره بكتير. بعد ما هنا قلبنا الملح هنركنه كده على جنب، ونمسك السمكية بتاعتنا بمنديل ونتأكد ان هي ما فيهاش مية خالص، وندخل كده المناديل جوه النخاشيش. ما عندكيش مناديل مطبخ، اتصرفي، خدي فانيلة جوزك كده واعملي بيها، وما فيش حاجة هتعطلنا. يعني هنعمل الفسيخ في البيت. انا بصي هنا لما دخلت المناديل كده في النخاشيش السمكية، طبعا برضو طلعت مية بسيطة، لازم اتني يعني انشف فيها لغاية ما ملاقيش مية خالص. انا هنا نشفت السمكية اهيت. طبعا احنا هنعمله في البيت، سهل وبسيط ومش مكلف، وكفايه ان انت ضامنه ان انت اللي هتعمليه بايديكي. احنا هنا نشفت السمكية التانية اهي عشان ما اطولش عليكم. السمكية ناشفة خالص اهي، ما فيهاش نقطة مية. انا هنا بوريكم ان انا كنت مصفيه في التلاجة لغايه يعني ما كانش بينزل ميه، ما فيش ميه في الطبق. دلوقتي بقى هنمسك ايه السمكية كده، نخشها ناشفة ما فيهاش نقطة مية. اهم حاجة يا جماعة عشان النتيجة تطلع زي ما انت عايزاها ما يبقاش في نقطة مية. دلوقتي بقى نمسك ايه السمكية كده البوري وندلكها، نعمل لها كده تدليكة من الجنبين، وكمان هنعمل لها من الظهر كده، من عند الديل كده، ونمسك سلسلة الظهر كده ونضغط عليها. وعايزة اقول لكم حاجة يا جماعة، نخلي بالنا واحنا بنشتري السمك، لان في سمكة اسمها طوبار، هي شكل الفسيخة بالظبط، يعني شكل البوري. فلما بيتعمل فسيخ بيبقى حلو وكل حاجة، بس مش نفس الحلاوة بتاعة البوري. نعرف ازاي السمكية دي من دي؟ البوري بتبقى راسها كده عريضة شوية، الطبار بتبقى راسها رفيعة كده ومسحوبة. انا هنا فتحت النخاشيش بتاعة السمكية، وعلى قد بقى ما تقدري حطي ملح لغاية يعني ايه ما تبقى مليانة كده ومكبوسة خالص. وبعد كده هنفتح البق كمان بتاع السمكية ونحشيه. بصوا، يعني لازم نحط كده ونحط ملح كتير على قد ما يعني نحط. انا كده السمكية بتاعتي اهيت نخاششها اتملت من الملح والشطة والكركم. هنعمل السمكية التانية برضو تدليك، التدليك من الجنبين زي ما قلنا، وسلسلة الظهر. وانا هنا اختصرت الفيديو عشان ما اطولش عليكم. وهنحشي النخاشيش ملح وشطة والكركم، وهي دي كده الخلطة بس بتاعت التخليل، مش هنحط اي حاجة تاني. اهم حاجة نملى النخاشيش والبق بتاع السمكية على قد ما نقدر. انا هنا خللت السمكتين اهمت، طبعا انت تعملي الكمية اللي انت عايزاها، انا هنا عاملة 2 بس. هنجيب بقى كده اكياس، يعني كاس على قد ما تقدري. هنا اول كيس معايا هاخد كده حبة حلوين من الملح وافرشهم في ارضية الكيس، وهحط البوري. هنحط واحدة عكس واحدة، يعني واحدة راسها جنب ديلها والتانية برضو راسها تبقى جنب ديلها، يعني عكس عكس كده زي ما احنا شايفين. تمام كده. انا هنا بوريكم
ان هي عكس عكاس، يعني الراس جنب الديل. ولو السمك اكتر من كده برضو بيتحط فوق بعضه، كل واحدة عكس التانية. بعد كده هرش الملح. نحاول كده نخلي السمكية تبقى على ظهرها. هنحط كمية الملح والشطة والكركم اللي باقية، بس نوزعها كده على السمك عشان ما تبقاش في حتة وحتة لأ. اهم حاجة في الموضوع والنجاح للفسيخ ويبقى حلو واحلى من بتاع بره كمان، ان السمكية ما يبقاش فيها نقطة مية، واحنا بنعمله برضو ما يجيش فيه نقطة مية. انا هنا بقى بظبط كده الملح على البوري بتاعنا، وبعد كده اطلع الهواء من الكيس. اهم حاجة نطلع الهواء، ما نخليش هواء في الكيس خالص. شايفين؟ بعد ما بطلع الهواء من الكيس بربط الكيس كويس. ده كده اول كيس معانا لازم يتربط كويس وما يبقاش فيه خرام ولا حاجة، عشان ايه السوائل اللي بتنزل من التخليل ما تبهدلش الدنيا. بعد كده هجيب كيس تاني. الاكياس بقى على قد ما تقدري حطي في الاكياس، يعني على قد ما تقدري حطي كيس جوه كيس جوه كيس لغايه ما تحسي ان ايه خلاص كده الدنيا امان. شايفين الجمال والحلاوه؟ هنحط بقى هنا اكياس كتير. بقول لكم كده ايه ان احنا هنستمر بقى ايه نحط في اكياس لغايه ما احس ان الدنيا امان. ماشي. يعني انا حطيت اكياس بصراحه، يعني حوالي بص 6 7 اكياس في قلب بعضيهم. الفسيخ يا حبايبي في الشتاء هنقعده 21 يوم. من 21 يوم لغاية 25 يوم، خصوصا لو انت جايبة السمكية معدية ال0.5 كيلو. ده في الشتاء. واحنا هنحطه في مكان دافي، يعني في فرن البوتاجاز، في رف عندك في المطبخ. دلوقتي بقى حبايبي هنا كان عدى 20 يوم وما قدرتش اصبر عليه لغاية 25 يوم. هنفتح بقى مع بعض الفسيخ اللي احنا خليناه سوا. ده كده كان كيس، يعني او اخر كيس انا حطاه وربطاه، وبفتحه قدامكم اهو عشان تشوفوا النتيجة، علشان ما يعني ما حدش يقول ان انا مبدلاه ولا حاجة. اهو بنفس الربطة ونفس التخليل وكله هو بص من ساعة ما عملته معاكم وانا شايلاه في فرن البوتاجاز. بس كل 5 ايام كده بقلب الكيس على الناحية التانية. هنطلع بقى ايه نقعد نفك كده الاكياس. ريحته جميلة بجد، يعني الريحة روعة روعة روعة. انا بقى طبعا هنا فكيت كده كام كيس، بس الكيسين الاخرانيين دول او ال3 مش عارفة هيبقوا 2 ولا 3، بفكهم قدامكم اهو مع بعض. الله على الريحة، الله على الريحة والشكل. يعني بصوا الجمال والحلاوة، حلاوة مفيش بعد كده. يعلم ربنا ريحته خطيرة خطيرة. وفي طبعا ايه يعني الملح كله ما دابش فيه كده، بعد الملح يعني ننزله كده من عليه. وادي السمكية التانية انا هنا بنزل الملح. بصوا الجمال والحلاوة، مفيش اجمل من كده. وحاجة يعني ما بتاخدش منك وقت وسهلة وبسيطة. افتح كده ظهر السمكية عشان نشوف مع بعض شكل السمك من جوه ايه. بصوا يا جماعة، الفسيخ زبدة. الريحة بجد يعني انا عايزة اقول لكم جميلة جميلة جميلة. ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الجمال والحلاوة. بصوا، روعة روعة. طبعا حد هيسأل ويقول لي انت ليه ما نضفتوش الاول؟ حبيت اطمن واطمنكم. بصوا بامبا، الله الله. يعني مش عارفة اقول ايه بصراحة، يعني مستعجلة جدا طبعا ومجهزة البصل ومجهزة العيش. انا هنا بقى بقشر القشر بتاعه. القشر بتاعه جامد ومتماسك عشان السمكية من الاول صبحة. وهنا لما كنت بوريكم الراس بقول لكم بصوا حاطه الراس جميله وريحتها حلوه، يعني السمكه زي الفل. وهنشوف دلوقتي بطن السمكيه بس بعد ما انضف الفسيخه. هروح بقى اكمل بقيه تنظيف وارجع لكم. انا هنا نضفت الفسيخ
بصوا، وفتحتها وادي بوريكم اهي البطن وانا بشيلها، بطن السمكية. بصوا حاجة نظيفة، علشان السمكية من الاول طازة وفريش. بنكحت كده مكان البطن مع ان هو نظيف، بس برضو بحاول يعني ان انا اوريكم ازاي لو لقيتوا مثلا حتة سمرة تنضفوها. بصوا يا جماعة، بتطلع بكل سهولة، طرية وناعمة، ولونها بامبا كده فاتح خطير. انا هنا طبعا عملت واحدة بس دلوقتي اللي انا محتاجاها. وادي البصل الاخضر بتاعنا قطعوه وغسلاه كده ونضفاه، وكمان معايا ليمونتين. بس انا مش هحط عليه دلوقتي ولا زيت ولا طحينة، التانية ان شاء الله هنضفها ونبقى ناكلها بالزيت والطحينة. بص البصل وحلاوته وجماله، اكلة روعة روعة روعة. يا رب تخليل الفسيخ يكون عجبكم، واشوفكم على الف خير.